تريد الراحة؟ ابتعد عن المشاكل. تريد السلام الداخلي؟ سامح الكل. تريد ذاتك وشراء واقعك؟ ابتعد عن شراء الوهم. تريد الرفيق الصالح؟ جاور من يخاف الله، وليس من يخاف الكل إلا الله. تريد الحوار؟ حاور من يحترمك. تريد المشورة؟ شاور من يحب الخير لك. تريد الصحبة؟ صاحب من يفهمك. تريد الاهتمام منهم؟ لا تفرط في اهتمامك بهم، ولا تفرض نفسك على أحد. تريد السعادة؟ أسعد من حولك، ولا تفعل شيئا لا تريده. تريد أن تحترم من الناس؟ احترمهم. تريد الخير لنفسك؟ تمنى الخير لهم. تريد أن تقلع عن عادة سيئة أو إدمان؟ أبدلها بعادة حسنة. تريد الصحة؟ تحرك، لا تتناول أكثر مما يشبعك، لا تفكر أكثر مما تريده، ولا تفكر فيما ليس لك. تريد النتيجة؟ عاني لأجل ما ترغبه. عندما تتألم لأجل ما تريد فأنت في الطريق الصحيح. تريد الانتقام؟ انجح فقط. تريد أن تفهم الحياة؟ جاور القرآن. تريد الطمأنينة؟ عليك بالصلاة في وقتها. تريد الفرج؟ عليك بالاستغفار. تريد نور الوجه؟ عليك بقيام الليل. تريد البعد عن الحرام؟ عليك بالصيام. تريد زوال الهم؟ عليك بالدعاء. تريد البركة؟ عليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن هل تعلم؟ أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. اقتنع بهذا. هو من يرزقك من حيث لا تحتسب. فلا تقل نجحت، بل قل وفقني الله. ولا تقل نجوت، بل قل نجاني الله. ولا تقل كسبت، بل قل رزقني الله. حدثني عن التغيير. لو عوضت كل ما تفعله يوميا بهكذا أفعال ستبتعد عن العادات السيئة. فلا تخالط من يضرك وينسيك قيمتك ثم تشتكي من الحياة. ولا تدخل نفسك فيما لا يشبهك ولا يخصك. ولا تتناول ما يضرك فتنكسر أكثر. ولا تجري وراء ما ليس لك. ولا تحزن على أمر ليس من مكتوبك حتى ولو كنت قريبا منه أو أحبه قلبك. أنت لا تعلم العوض. تغير.